مساء الخير عليكم متابعي راديو ستارت ومتابعي ديتوكس فكرة. برحب بيكم في الموسم الثاني وبداية حلقاته ديتوكس فكرة. حبينا أول حلقات الموسم الثاني تكون حلقة مميزة، حلقة تضيف لنا جديد. حبينا نعرف أو نلمس مشكلة موجودة في مجتمعنا، لامسين في حياتنا مشاكل كتير، أولها ولادنا. شعارنا النهارده في حلقتنا إننا سهل نبقى ترند لكن صعب نبقى براند. ازاي صعب نبقى براند؟ وايه الفرق بين الترند وايه الفرق بين البراند؟ لما اجي اقول الترندات اللي بتطلع اليومين دول، لدرجه في كوميكس جميل قوي اتقال ان في محل عامل ان الست اللي متجوزه واحد اسمه فلان سي ايا كان اسمه، هيتعمل لها خصم او اوفر في محل بنسبه 50%، وشرط ان هي تجيب قسيمه الجواز. فده كان ترند لطيف جدا. يعني وصلنا لمستوى مش عايزه اقول متدني او اعلى من هذا، لكن خلينا نقول ان الترندات سهله قوي، لكن البراندات بندفع فيها فلوس. ليه؟ عشان هي غاليه، عشان هي بتعيش ل10 سنين، ل15، ل100. ليهم هدف، ليهم رؤيه، ليهم رولز ماشيين عليها، عايزين يحققوها، واضحين. لكن الترند ممكن تبقى ترند في اي مكان وفي اي وقت وفي اي لحظه. خليني اقول ان النهارده معايا استاذه علياء هاشم. برحب بيكي النهارده. مستشار صحه نفسيه ومدير ومؤسس البراند التدريبي صحوه. عندها سلوجان جميل جدا، انا اول واحده بساله لنفسي كل يوم الصبح. شاطره. ربنا ولادنا النهارده. ربنا ولادنا النهارده. انا بساله كل يوم. اهم حاجه علامه الاستفهام اللي في الاخر، اهم حاجه. لكن احنا كأمهات، او انا بتكلم عن نفسي كأم، ما بنسالش نفسنا السؤال ده. بنسال نفسنا دايما على المشكله دي حقيقه، وعلى الواقع اللي حاصل. انا شايفه رد فعل ابني لكن ما شفتش نفسي. على الرغم ان انا لو بصيت للموضوع بطريقه تانية، اني لو شفت ابني انا هشوف نفسي في ابني. دي حقيقه، او هشوف نفسي في بنتي. ما بنبصش لنفسنا كده، بنبص للمشكله دايما في ولادنا، وعاملين سبوت على ولادنا وعاملين قهر. هنسمع حاجه من استاذه علياء عن البراند الاول، وبعدين ندخل في موضوع حلقتنا النهارده. الموضوع كان باختصار اني بشوف، يعني يمكن عشان انا رحت اماكن كتير واشتغلت من بدري قوي، وخاصه في العالم بتاع التعليم المستمر للكبار والكورسز والحاجات دي. فشفت مستويات كتير، شفت اساليب كتير، شفت شخصيات كتير. وكان اكتر حاجه بتلفت نظري لما يبقوا اتنين توأم، يعني توأم متطابق، بلاقيهم بيبقوا مختلفين في كل حاجه، في السلوك، في الاسلوب، في حتى التفضيلات، بيمشوا حياتهم ازاي. طب ما هو احنا لو رجعنا للاب والام والبيئه هو واحد، ليه مختلفين؟ دايما باصين للمنتج، لكن المنتج ده اتكون ازاي مش واخدين بالنا. مش بيبقى محل محاسبه قوي. فقعدت افكر كتير، وكان فعلا يعني اكل دماغي الحوار ده. ايه اللي بيخلي اتنين ما بيطلعوش زي بعض، وايه اللي يخلي اتنين يطلعوا زي بعض وفي نفس الاسره وفي نفس البيت وفي نفس توأم متطابق بقى، مش هتجيبي قرب اكتر من كده. فنكتشف ان هنا بتتجلى يعني سنه من سنن الكونيه والفطره، هو الاختلاف. ان احنا خلقنا لنكون مختلفين، مش على خلاف. خلاص، دي نقطه. النقطه الثانيه انك بتشوفي مستويات كتير، وانا يعني مثلا بقيت اشوف ولاد بياكلوا كويس قوي، بيلبسوا كويس قوي، بياخدوا مصروف كبير قوي، بيتعلموا بمبالغ كبيره قوي، والاداء ما هواش احسن حاجه. فزي ما قلت لك كده تجلى الموضوع شويه. من الاختلاف ياتي الائتلاف. ايوه بالظبط. فقعدت افكر المشكله فين، فلقيت الناس بتبقى فعلا طول الوقت بتفكر انا اكلتهم، شربتهم، لبستهم، وديتهم تمرين كذا كذا، ما بيسالوش سؤال انا ربيتهم. ففكره انا ربيتهم دي هي اللي جابت السؤال. حتى انا الاول كان اسمه ربيت ولادكم النهارده، وبعدين حسيت فيه بلهجه فوقيه، وانا يعني بتحرى قوي ده. فبقت ربنا ولادنا النهارده. يعني حتى كمان سهل معايا ان انا كمان انا بسالني بقى، انا بسالني على طول
وعشان كده ظهرت بقى الفكره بتاعت ربنا ولادنا النهارده، الفكره اللي بتخليني مش طول الوقت مهتمه بتفاصيل تانية غير التربيه. لا، التربيه ضمن الباكج، يعني لو هنعملها تشيك ليست كده لازم ربنا اكلنا وشربنا ربنا. لا هو احنا عندنا بس حاجه في المصطلح الحديث بتاع التربيه الحديثه ده عامل قلق عند ناس كتير. التربيه الحديثه يعني في اخطاء، يعني في مشاكل، يعني في يعني انتوا بتطلعوا عيال مايصه، بتطلعوا عيال نايتي، بتطلعوا عيال مش عارف ايه، واحنا زمان كنا بنتضرب وطالعين سويين عادي ما عندناش مشاكل. انتوا مختلفين معانا ليه؟ النهارده عايزين نعمل ديتوكس للافكار القديمه. ومش معنى التربيه الحديثه خالص ان احنا ما بنفرط في العادات والتقاليد والحاجات اللي لازم نحافظ عليها، الموروثات، لكن ازاي نربي ولادنا. احنا عندنا خلل في مفهوم يعني ايه تربيه. الناس فاهمه التربيه اكل وشرب ولبس وخروج وفسح ومستوى اجتماعي، وده اسمه رعايه، ما اسموش تربيه. هو ده بقى، ده اسمه احنا رعايه. النهارده عايزين نعمل ديتوكس بقى للمصطلحات دي ونفهم متابعينا ايه الفرق. التربيه يعني انا بحب الناس تقول تربيه بس، يعني ولا ايجابيه ولا حديثه ولا كذا ولا كذا، لان الايجابيه معناها التربيه السلبيه. تمام. فدي اول حاجه بتخليني. لا ده بقى انا عايزه افهم. ما انت بقى فاهمه، انا بقعد احب قوي ادقق في الكلمه يعني. تمام. يعني لو هتقولي التربيه الايجابيه ما هي عكسها السلبيه. تمام. فاثبتي لي السلبيه وبعدين اقري بالايجابيه، وده وجع دماغ. شكرا. تمام. طب هتقولي لي تربيه حديثه واحنا سنه كام؟ مثلا 2020. المصطلح ده ظهر بقاله كام؟ بتاع 15 سنه تقريبا. من 15 سنه اللي كان حديث النهارده مش حديث. فانت حديثه سنه كام ولغايه قد ايه؟ فحتى صحيح. بالنسبه لي برضو اللفظ او المصطلح مش مقنع بالنسبه لي. فخلونا نقول تربيه خلاص، في المطلق بقى. اي تربيه. نفهم بس في البدايه الناس نفهمهم ايه الفرق بين التربيه والرعايه عشان نسترسل النهارده. الرعايه ان انا لو عندي زرع في البيت فانا برعيه. لما اكل الزرع واشربه اللي هو اسمده واحط له ميه واحطه في الشمس وارعيه، ان انا ما اشربوش مثلا مش عارفه امتى، لا اشربه امتى، انا برعيه. صحيح. كذلك لو عندي حيوان اليف، عندي عصفور، عندي سمك في البيت، هرعيه. فانا كل اللي انا بعمله مع الحاجات دي بعمله مع العيال. يبقى انا يعني ما ربيتش الزرع وما ربيتش الحيوانات وما ربيتش السمك، فبالتالي اللي انا بعمله مع العيال. صحيح. انا بحب اقول كلمه عيال على فكره مش اولاد، لسبب مهم. عيال اللي هي مهمه في العائله، انه يعني انا بحط نفسي كده قدام ربنا ان في مسؤوليه عندي. ما بقول عيالي او العيال معناها المسؤوليه، ان في شخص انا مسؤول عنه او في مجموعه من الاشخاص انا مسؤوله عنهم. فلما اجي اقول انا اكلت وشربت ووديت مدرسه ووديت درس وتمرين، انا كده بربي؟ لا، انا كده راعيت زي ما براعي، زي وبعمل مجتمع محيط. لكن بالزبط. ما بنتش الشخصيه او الطفل ده طالع متكون ازاي، زرعت ايه جواه. عايزين تعرفوا انتوا بتربوا ولا بتراعوا؟ بصوا انتوا بتعملوا ايه مع الطفل، عملتوه في ايه مع الحيوانات او مع الزرع، هتكتشفوا ان كتير جدا مننا مش بيربوا. عشان كده كان السؤال بتاع ربنا ولادنا النهارده ولا ما ربناهمش. صحيح. ومهم جدا الصبح كده وانا يا حبيبي ساندوتش، يا حبيبتي خدي ازازه الميه، لبست، غسلت وشك، فرشت اسنانك، مش عارفه اتربيت، لازم اسالها قبل ما ينزل. ما هو اتربيت دي معناها ان انا مش هتنمر على حد، معناها ان انا هحترم نفسي. وانا مش بحب قوي كلمه تنمر، بحبها سخريه، لان الكلام ده نزل عندنا في الاسلام من سنين السنين. لا يسخر قوم من قوم. الامور يعني بحس انها خلصانه بجمله مفيده. صحيح. يعني ايه تنمر وجاي من ايه؟ لا خلاص خليها سخريه يا ستي. وديننا دين جميل ومعلمنا حاجات كتير، بس احنا اللي بعاد عنه للاسف. انا يعني لو كل واحد فينا هيشوف مين بعيد فكلنا بعيد. كلنا بعيد. لكن انا بس اللي بيفرق لي النهارده وانا بتكلم عن موضوع التربيه، اولا واخيرا لو هتكلم عن المسؤوليه وعلى الاعاله، فانا واجبي عند ولادي الاول او ناحيه ولادي الاول انا اشوف انا بحط ايه. احنا لسه كنا بنتكلم قبل ما نطلع يا سهر وبقول لك انه ولادنا مراياتنا. صحيح. اللي بعمله بيرد فيا بنفس القوه، زي القانون بتاع الفيزياء كده بالظبط، لكل فعل رد فعل مساوي له في القوه ومضاد له في الاتجاه. هقول له يا كذا هيقول لي يا كذا. صحيح. هعمل كذا هيعمل كذا. وغريب بقى لما تلاقيها كوميديه قوي وطالعه وانت بتضحكي عليها وتكتشفي ان هي في الاخر عندك. بس انت ما بتضحكيش على نفسك، انت بتضحكي على طفلك. في مكتبي لما بقدم استشاره او دعم نفسي فعلا لقيت ان 90% من المشاكل اللي بتجيلي 90% من مشاكلها بيبقى عند الاب والام
او البيئه المحيطه مش عند الطفل نفسه. اصل انا ما ينفعش احاسب الازازه دي انها مش مليانه وانا ما مليتهاش. ما ينفعش اقول ايه ده طلع عصير، ده انا مفكراه ميه، ما هو انت اللي حاطه العصير. صحيح. ما ينفعش اعلق على حاجه. اصل هم المشكله الكبيره الشماعات الكبيره، الشماعات بالظبط، والكتيره، هي مش كبيره بس، هي شماعات كتيره بالظبط. واحنا للاسف ما كانش في منهجيه واضحه للتربيه قبل كده علشان ينفع اصلا احنا نكمل عليها. يعني حتى ناس كتير بتسالني طب ما احنا ايه اللي يخليني اروح اخد حاجه عن التربيه؟ اللي يخليني اروح اخد حاجه عن التربيه هو ان احنا ما عندناش اصلا. لا، وكمان في حاجه، احنا عندنا مشكله في اي حد يعدل علينا. ماشي. عندنا السوبر ايجو بقى، مش الايجو بس، احنا عندنا ما ينفعش تعدلي عليا في تربيه ولادي. حتى لو حد اداني ملحوظه، انا هروح لحد اخد رايه في تربيه ولادي؟ يعني انت اصلا مش فاهمه يعني ايه تربيه. هو انا بس برضو بيفرق لي كمان ان انا اقول هو اللي بيقدم النصيحه بيقدمها ازاي. صحيح. اصل انت لو هتيجي تتكلمي عن التربيه ما ممكن يعني السيدات الكبار في العيله يقولك ما تيجي انا اعلمك، ما تيجي انا اقول لك. حضرتك اللي ربيتيه يمكن ما تعرفيش عنه كتير او تعرفي عنه عامله نفسك مش واخده بالك. بس هقول حاجه، تربيه زمان مع احترامي لكل تربيه زمان، احنا في عصرنا ده اعتقد ان احنا بنعتبر اصعب العصور في التربيه، والحاجات اللي بيواجهوها اولادنا ما عدتش على اهالينا، واللي واجهوها اهالينا ما واجهوش ابهاتهم. وفعلا خير مقوله سيدنا عمر: ربوا اولادكم على غير ما ربيتم. مش هغير بقى وعقده الخواجه وتدخلوني في قصه تانية، لكن الفكره ان احنا الحاجات اللي بنواجهها مش زي اللي واجهوها ابهاتنا. انا بس هعمل اوبجكشن هنا. كل جيل عنده المخاطر بتاعته، بس جيلنا صعب قوي عشان انت مسؤوله النهارده. لما انت ما كنتيش مسؤوله انت مش قادره تدركي حجم الخطر اللي كان موجود. النهارده في مخاطر عاليه جدا، محدش يقدر ينكر الخطر اللي بيسببه السوشيال ميديا وفكره الانترنت المفتوحه وكل الكلام ده، لكن اللي بقصده ان كل عصر كان فيه خطورته وهتفضل مستمره. ودي اول ديتوكس احنا المفروض نقولها لنفسنا ونقولها للناس يغيروا بيهم طريقتهم وهم بيربوا. ايوه بالظبط. يعني احنا مش اصعب احنا حاجه، مش الاصعب ولا هيكون في اصعب. لا، هي الفكره كلها كل عصر فيه الحبه بتوعه، فيه حبه الحاجات الصعبه وفيه حبه الحاجات السهله. دي وزنه موجوده في الكون طول عمرها، ربنا عدل، في ميزان موجود يعني الامور بتظبط نفسها في الاخر. فاول فكره اصلا احنا محتاجين، اول ديتوكس انا خدته النهارده في الحلقه. بالظبط. اول حاجه لازم نعرفها كل زمن صعب، وعلى قد صعوبته على قد سهولته برضه. لا بقى، يعني احنا دلوقتي شايفين ان العيال لمضه قوي واحنا مش قادرين عليهم وبيسالوا كتير. لو الكلام كتير ده صعب قوي. ماشي، طب خدي دي بقى تاني ديتوكس. اللي ابنك بيقوله لك هو اللي هيبقى بالنسبه لك النافيجيتور، او هيبقى بالنسبه لك المرشد اللي يخليكي تعرفي تربيه ازاي. اولادنا انماطهم غير بعض، مفيش حاجه اسمها يعني مثلا انا عندي مثلا طفلين، تمام، في طفل بتقولي له شيلي الحاجه ولازم تفضلي واقفه عشان يشيلها، وفي طفل تاني بتقولي له شيلي الحاجه ولازم تمشي عشان يشيلها. دي حقيقه. فما ينفعش اساوي بين الاثنين في نفس الوقت. فتاني حاجه مهمه ديتوكس برضه لازم نعرفه، الرغي الكتير هو اللي بيأثر الطريق في اللي انا بعمله مع اولادي. انا ما ينفعش الازازه دي تبقى مليانه واحط عليها ميه، ما هيقع بره، واقول طب انا عملت مجهود وقلت لهم وهم مش بيتعلموا. لا، هم بيتعلموا، بس حضرتك نسيتي تفضي الازازه شويه، نسيتي تفضي من الكوبايه شويه. فضي للولاد كوبايتهم بانك تسمعيهم قبل ما تحط لهم. يعني انا لازم تفضيتي لاولادي ان انا اسمع منهم، زي ما بتكلم كتير وبدي اوامر كتير، لا اسمع كتير كمان. الديتوكس الثالث، انا ما ينفعش ادي لاولادي اوامر، انا المفروض الامور تمشي بناء على اقتراحات. هتشيل حاجتك امتى؟ هيديني وقت، هيبقى مسؤول عنه هيشيلها. غير شيل حاجتك بعد ساعه مش هيشيلها. في فرق بس في ديكتاتوريه في البيت. في ديكتاتوريه تبقى راجعه للنظام وراجعه ان انت دايما عندك ثبات انفعالي، مش طول الوقت ما لو انت طول الوقت كده مجنونه ادعوا لها. على راي الدكتور ابراهيم في الله يرحمه. الله يرحمه، كانت دايما يقول الكلمه دي، مجنون ادعوا له. هيعملوا كده، ولادنا يعملوا كده، اما هي هتزعق شويه وهتسكت. يلا الكتف ده ولا عايزه الكتف ده، هتلسوعيني فين ونخلص. وفعلا بتيجي بعد فتره
خلاص في ماما ضب. هتزعق وهتهدى بعد كده بالظبط، خلاص، بالظبط. فاحنا هنعمل المصيبه وبعدين هتتحل. وانت نفسك بتحسي بعد ما خلاص بقيتي الطريقه بتاعتك على طول انك بتزعقي، هتيجي بعد فتره اللي هو ايه، مفيش انا حل. زعقت مفيش حل. يا حستي. في مشكله أروح بقى فين؟ في اللحظه دي بنعترف ان في مشكله واحنا مش عارفين نكمل. ولو ممكن تتخيلي كمان نفسك اللي هو ايه، انا ما عنديش حاجه تانية اعملها، وتدخلي بقى في دايره اللي هو ايه، انا فشلت. انا صفر بقى، انا ما يعني خلاص حيلي خلصت، وحضرتك حيلك ما بداتش اصلا عشان تخلص. خلينا نبدا بقى في اول حاجه نعرفها عن تربيه ولادنا. يعني ايه الحاجه اللي ممكن نعملها وولادنا صغيرين، عشان اعتقد يعني لو بدانا معاهم وهم صغيرين الموضوع مش هيبقى مرهق. ليه؟ لان هنبقى خدنا على كده وخدنا على العادات دي، فهتبقى مريحه لينا وليهم. ايه اول حاجه نعملها؟ اول حاجه ان انا اعرف ان في اوبشن في الكون اسمه تربيه، مش رعايه بس، تربيه. انه في تربيه، والتربيه دي يعني أنا يعني ايه بيربي؟ يعني بيكبر. كلمه يربي اصلا يعني يكبر، تمام، مش يزغط، مش يعلف، مش ياكل، مش يشرب، مش تمام. يلبس. فانا اول حاجه اعملها ان انا نفسي افهم ان في حاجه اسمها تربيه. حلو. الحاجه المهمه جدا التانية ان مفيش نديه. ما تعملش مع الطفل ده على انه يعني مديري في الشغل وانا قرفانه منه، او يعني حماتي وانا عايزه اخنقها لا قدر الله مثلا، لا بس او لا ده اختي ومختلفه معاها لازم اديها بالبوكس ولا حاجه. لازم ما اتعاملش مع طفلي على انه ند ليا، اتعامل معاه دايما على انه اللي هيشوفه مني هيردوا. مرايات، ولادنا مرايات لينا. تمام. النقطه الثانيه من فكره النديه وانا بربي، اني ابقى عارفه ان هو دايما شايفني حاجه كبيره قوي. فتخيلي انت لما تكوني في مكان، تخيلي نفسك كده في مسرح او بتتكلمي في حاجه مهمه جدا، او قاعده بتعملي برزنتيشن قدام ناس مهمه جدا، هتفتكري شكلك هيبقى عامل ازاي. قد ما انت بتعلي شكلك في نظر اولادك، قد ما هم هيحاولوا يثبتوا لك احترامك ليهم كمان وكبار. لازم يكبروا ويبقوا عاقلين. هتقلي قيمتهم، هيقلوا قيمتك من الاخر. دي حقيقه. طب ادي مثال صغير عشان نوضح الامور اكتر. لما بيبقى انا مش عايزه صدمات النهارده في الحلقه ومش عايزه حد انت لسه ما اتصدمتيش. لا يعني انا اول واحده اتصدمت واول ديتوكس خدته انا. خلونا نقول حاجه. دلوقتي انت ممكن تبقي ولادك ساكتين خالص وكل واحد في حاله، تمام، وانت ماسكه الموبايل ما بتعمليش حاجه، الموبايل رن جالك تليفون، هيتفننوا ان هم يبتزوكي، مش يزعجوكي، يبتزوكي. انا عايز كذا، ماما انا عايز كذا، ماما انا عايز البونبون، ماما انا ما اكلتش، ماما انا جعان وبتاع. هم عايزين يعني عارفه ايه، يقرفوكي وانت بتتكلمي. ليه؟ لانه عارفين ان ماما دي مش هتبقى ايديها مربوطه ولسانها ساكت قدام الناس. بالظبط. فتخيلي انت بقى بتبيني لهم ايه، ان احنا بنظهر حاجه وبنخفي حاجه. ايه ده؟ ما المفروض اللي جوه البيت ما يتقالش بره. بس مش المفروض ان احنا نبقى بشخصيتين على فكره، مش فيس اوف. هو لا ده انطباع خطير جدا. يعني احنا اللي بيوصل لاولادنا ان احنا من ورا الناس حاجه ومن قدام الناس حاجه ثانيه. بالظبط طبعا. عشان كده بقول لك كل خطوه في التربيه ليها تقولها. خطيره جدا، بس يمكن بننفذها من غير وعي. ايوه، علشان احنا محتاجين نلهيهم. اتلهي يا ابني، اسكت، طب اخلص المكالمه عشان خاطرك، اخلص المكالمه. بنقعد نعمل لهم كده ونتوسل لهم. غير بقى ان الدنيا تبقى ماشيه عادي وابقى مبلغاهم مثلا، او جاي لي تليفون مثلا، او عندي تليفون شغل او تليفون مهم، بعد نص ساعه انا في تليفون مهم جاي لي، كل اللي عايز حاجه يطلبها دلوقتي لاني انا مش هبقى فاضيه مثلا. يا ربي على الاحترام بقى كده بقى قدرتيهم. بس يكون في الاول برضو بقدرهم، مش بعلق لهم الفلكه وبعمل لهم حفلات تعذيب وبضرب وبقل ادبي وبعلي صوتي وكل الكلام ده. بيحصل بس ده ايه ده؟ كده تالت ديتوكس. ما تعملش بنديه. لا ده كده في النهارده يا جماعه، يا ريت تسجلوا ديتوكسات الحلقه. ايوه نعمل ده ديتوكس قبل ما نروح. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثالثه، دايما انا بحب دايما اسال السؤال ده. ايه اكتر حاجه كان بتحصل لي في بيت اهلي، سواء انا كنت اب او ام، يعني احنا الحاجات دي حتى المفروض نتناقش فيها. ايه اكتر حاجه كان بتحصل لي في بيت اهلي بتضايقني فاعملها مع اولادي؟ ما اعملهاش بقى. لا ما انا معقد بقى. ما هي دي، ما هو المعقد مش هيفهم في تربيه، ومش هيدور على تربيه، ومش هيدور على حياه وصحه بني ادم تاني وجوده حياه بني ادم تاني. في جمله غريبه جدا وبسمعها من امهات كتير، انا اتربيت في بيتنا على كذا وكذا وكذا وكذا، ولازم ولادي يتربوا على كذا وكذا وكذا وكذا. ياخدنا في حته
بتاعه العادات والتقاليد. احنا اتربينا ان الولد غير البنت. طب ما هو الولد غير البنت. اوكي فسيولوجيا وكل حاجه، لكن في الحقوق وفي الواجبات من المفترض ان الاثنين متساويين. شور. صح كده؟ ما فيهاش جدال. يبقى ما ينفعش ان انا ادي مصروف لابني ده زياده عشان هو ولد، وبنتي لا. على فكره دي انا شفتها عارف كتير. انا عارف. وتمييز الجد والجده وده بيفرق في نفسيه الولاد جدا جدا. انك تميزي طفل لمجرد ان هو ولد، وتنبذي طفل لان هي بنت. فكره احنا ما بنعالجش المشكله دي بصوره صحيحه. بنغطي عليها ماشي ونراضي ونطبطب. بترجع في الاخر الاخوات بيكرهوا بعض، ونرجع نقول الاخوات ما بيحبوش بعض ليه؟ ما بنشوفش العيب فينا. احنا لو هنتكلم على التفرقه بقى بشكل عام، لو هي دي البوينت دلوقتي، فلو هنربي ان الولد غير البنت، ما انت هتربي ان لو ولدين بقى الكبير انا لسه صغير، اخوك الكبير لا ده الكبير، الصغير لا سيبوه يتدلع. فهتلاقي نفسك عماله مش بتدي بقى مسؤوليات، ده انت بتحملي على الكبير وبتعدي للصغير، بتلمي وراه. تمام. فلو هنتكلم على التفرقه مش هنتكلم بس على الولد والبنت، ده انت هتلاقيها بتعدي معاكي في حاجات كتير. ده انا كان ليا دايما واحده صاحبتي تقول لي يا رب انت ليه خلقتني في النص، فانا ما كنتش ببقى فاهمه، كنا صغيرين. فجينا مره كده فبقول لها يعني ايه يا سما ربنا خلقك في النص؟ قالت لي اختي الكبيره دي ست الكل في البيت، طلعان عينها وامسحي واعملي وشوفي اخواتك واكلي واعملي، بس برضو بيقدروها. بيجي لها قبلنا، احنا بنلبس بواقي اختي. خلاص الكلام ده كنا صغيرين قوي، انا افتكر الكلام ده كان من اكتر من 22 23 سنه. كبريش نفسك قوي كده، احنا لسه صغيرين برضه يعني. هنهرب منه نروح فين؟ معلش بس يعني برضه احنا لسه صغيرين يا جماعه، مفيش الكلام ده. ما عنديش مشكله. قالت لي وقالت لي الصغيره حاسبوا اختكم تقع، اعملوا لاختكم، اكلوها شربوها سووها مش عارفه مين. لا وانتي؟ قالت لي انا مش موجوده. لا عندي مسؤوليات الكبيره واحترامها، ولا عندي دلع الصغيره. بتاع الصغيره. فلو هتتكلمي بقى عن التفرقه، على فكره والله بجد يمكن من اول الاسئله اللي اتسالتها لما قلت لهم فكره الحلقه، قالوا لي اهم حاجه نعالج دي ازاي. جيلنا بقى اللي عنده ولاد صغيرين دلوقتي بيقول لك انا احل المشكله دي ازاي؟ طيب اعمل فيها ايه؟ انا ما بعرفش احل مشكله مبهمه، يعني لازم تقولي لي حصل 1 2 3 ب 1 2 3، بس لو هناخد لا عايزين دي كده عموما يعني سريع. اولا احنا محتاجين سلسله حلقات عشان نعرف هنربي ولادنا ازاي، احنا اللي نعرف هنربي ولادنا ازاي ونتربى معاهم. اولا لازم اعرف مين اللي بيفرق، انا ولا الاب اللي هم مقيمين في نفس الاسره. تمام. ولو الاب هل هو متواجد على طول ولا اب بيسافر وبيجي. تمام. خلاص. وكل واحده من دول بيبقى ليها السيكونس بتاعها، التتابعيه بتاعته. تمام. لا من بره الجد والجده ده بيبقى حوار تاني خالص، وعلاج تاني خالص، وطريقه وفكر تاني خالص. تمام. الاهم من كل ده بقى، انت عندك مشكله في البيت او عندك مشكله مع اولادك. احنا يا جماعه طول الوقت خلي بالكم، الناس اللي بتهتم بالاكل واللبس والخروج والفلوس ومدرسه ايه وبناخد درس فين وفي انهي نادي، انت كده عماله تحاولي تطوعي البيئه والظروف لعيالك. العكس المفروض يحصل. ومش بس بتسهليها لهم، بتحاولي تقولي لهم انا معايا عصايه سحريه لاي حاجه تضايقكم ما تقلقوش. مع ان المفروض الاصل في الكون المواجهه، الاصل في الكون ان انا بعد طفل للظروف، مش بطوع ظروف عشان الطفل. الله على ديتوكس ده. لا كمان بقى عشان بقى في حاجه خطيره هتاخدني معايا البيت لازم بصراحه في حاجه خطيره قوي هنا. انطلاقا من كلامك، يعني احنا ولادنا بنتعامل معاهم على اساس ان هم كبار، ده وضع، ونفهمهم كل حاجه، وده مش عارفه صح ولا غلط، بس انا بشوف ان جزء كبير منه مش صح، لان الطفل يعني بيتهيألي مصدر المعلومات لازم يوصل له على الاقل تدريجي على حسب مستواه الفكري. تمام. لكن على النقيض بقى تلاقي طفل منتهى الرفاهيه، منتهى اللامسؤوليه، منتهى يعني الهشاشه، منتهى الهشاشه خالص بقى، ابيض فاضي وهو لسه 6 سنين. انت بتحكمي على ابني وابنك وهم 6 سنين، مش فكره حكم، فكره ليه مش مقارنه، لان انا ما بحبش فكره ان انا اقارن طفل بطفل، هو ما ينفعش. لكن فكره ان انا ليه ما اشوفش حاجه حلوه اعمل زيها لاولادي.
ان اعلمهم المسؤوليه او اعلمهم ده، هل ده عبء على الطفل؟ هو الاول بس قبل كل حاجه، انا ابني قد ايه فبديله ايه ازاي. المفروض ان اي معلومه في الكون بديها لابني بيكون هو قد ايه وبديله ايه ازاي. يعني مش ان انا اديله ايه وبس، لا، ازاي، وهل هو عنده الاحتياجات دي ولا لا. تمام. هل هو عنده اصلا الاحتياج ده او لا. ممكن ابقى انا عماله احاول افهمها يعني ايه فستان سهره وهي لسه ببراءتها بضفيرتينها الجمال، يعني ما تسيبيها في حالها. طيب نرجع لنقطتنا الاساسيه بتاعت انا بعد ولادي للظروف، مش بطوع الظروف علشان. طيب هنكمل الحلقات ان شاء الله اللي جايه، بس قبل ما اختم حابه علياء، انا مستمتعه جدا بالحوار، كتر خيرك. لكن اهم بقى حاجه في الختام ديتوكس الحلقه المفيد، حاجه نعملها وحاجه ما نعملهاش. طيب باختصار كده، لو هنقول حاجه ما نعملهاش، النديه. ما تعامليش ابنك على انه قدك او في نديه. اوكي. حاجه نعملها ومهمه جدا، فكره الحدود وفكره اني احط الامور في نصابها. ما ينفعش اكبر ابني في الوقت اللي يبقى فيه صغير، وما ينفعش اصغره في الوقت اللي لازم يكون فيه كبير. نورتيني النهارده، اتشرفت بالاستاذه علياء هاشم، واتمنى تبقى معانا في حلقات تانية لان السلسله مش هتخلص وتربيه ولادنا مش هتخلص. نورتوني، وديتوكس فكرك مع سهر الفحام. تصبحوا على خير.